حصل قبل كده انك كنت هتموت على حاجة وما حصلتش؟ جوازة بقى، وظيفة، سفر، ان شاء الله مشوار عادي، وتلاقي الدنيا كلها باظت فجأة كده والموضوع باظ. ساعتها الدنيا بتسود في وشك وتسأل سؤال واحد بس: وانا ليه بيحصل فيا كده؟ كلنا عشنا اللحظة دي، صح؟ كلنا عشنا لحظة الرفض دي والوجع، وجع الخسارة. بس عارف، السحر كله بعد ما يعدي شوية وقت، لما يمر الوقت وتبص وراك وتكتشف ان الرفض ده او الفركشة اللي حصلت دي كلها كانت اكبر انقاذ لحياتك. المشكلة فينا كبشر ان نظرتنا قصيرة قوي ومحدودة، بنشوف اللقطة الحالية بس، لكن مش بنشوف اللي ورا الباب. احنا شفنا الباب اتقفل، لكن ما نعرفش ايه اللي كان مستنينا ورا الباب ده. ما كناش شايفين الأوضة اللي ورا الباب دي إنها بتولع، وكانت هتولع بينا. بس ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة البقرة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. خدت بالك من قفلة الآية؟ خدت بالك من نهاية الآية؟ الله يعلم وأنتم لا تعلمون. دي لوحدها تشيل من على كتافك جبال هموم. يعني انت بتخطط على قد علمك المحدود، وربنا بيدبر على قد علمه المطلق، رحمته الواسعة. تخيل طفل صغير كده عمال يبكي ومنهار ويصرخ ويرفس عشان عايز يلعب بالسكينة، وابوه يروح شايل منه السكينة دي عشان ما تعوروش. فالطفل ده بيبقى شايف ابوه ظالم وقاسي وما بيحبوش، صح؟ ولله المثل الأعلى. احنا ساعات بنبقى زي الطفل العبيط ده اللي عمال يرفص بإيديه ورجليه ويعيط على السكينة اللي كنا فاكرينها لعبة، بس ربنا كان بيحمينا منها. ياما ناس طارت منها طيارات وزعلوا، وبعدين الطيارة دي اتعطلت ولا اتأخرت ولا حتى حصل لها كارثة في الجو. ياما ناس اترفضوا في شغل وكان بس حلم حياتهم ان هم يتوظفوا الوظيفة دي، وسبحانك يا رب يروحوا شركة تانية ويتفتح لهم بيبان تانية بطاقة قدر ما كانوش يتخيلوها ولا يحلموا بيها. الخيرة دايما فيما يختاره الله، حتى لو الاختيار ده بيوجعك في الأول، بس مع الوقت هتبص ورا وتضحك، تقول يا رب، وانا كنت مغفل قوي كده، وانا كان دماغي صغيرة قوي كده، وانت يا رب كنت بتحبني قوي كده وشايل لي كل الجمال ده. رسالتي ليكم النهاردة واضحة جدا ومباشرة: لو في حاجة بتتمناها وما حصلتش او ما بتحصلش، او حاجة غالية عليك وضاعت، متزعلش. خد كده نفس عميق وقول الحمد لله، انا لا اعلم وهو يعلم، انا لا اعلم وهو يعلم. اهدى وسيب تدابير شؤونك وحياتك للي خلقك. بكرة هتيجي تقعد وتضحك وتقول يا رب الحمد لله انها باظت في وقتها،
عشان انا كان متشلي الاجمل. عايزاكم تشاركوني في التعليقات ايه الموقف اللي حصل معاكم وكنتوا فاكرينه شر او خسارة وطلع بعدين اكبر خير ليكم. وما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير، كومنتات كتير لو الفيديو عجبكم النهاردة. وعايزين ندردش شوية في الكومنتات، انا حابة ان انا النهاردة هحاول ارد على كل الكومنتات. الله يعلم وانتم لا تعلمون، محدش عارف الخير فين. الفيديو خلص، بس دي مش نهاية الفيديو، دي بداية الرحلة. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. بس انا بوصيكم على قناة اليوتيوب، الارقام وحشة جدا 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 بسبب البلاغات، وبسبب ان الارقام وحشة والبلاغات وحشة الارباح ما نزلتش الشهر ده. فحابة ان احنا نشد شوية بس في اللايكات والكومنتات والاشتراكات عشان الارقام تعلى شوية. اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.